دمى نازلة من الأشجار، أرواح بتمشي وأصوات همهمة بتتكلم، ظلال عرايس متحركة بتمشي في عز الليل مع ضوء القمر وبتتحرك. ده مش مشهد خيالي مرعب من فيلم الدمية الملعونة، لكن تفاصيل حقيقية بالفعل وبتحصل كل يوم، بل كل ساعة في جزيرة الدمى المسكونة اللي بتصنف إن هي المكان الأكثر رعبا في العالم. جهز نفسك عشان تعرف القصة من البداية. معايا أنا محمد فرج في حياة زمان. في أعماق قنوات سوتشيميلكو المائية وآخر بقايا الأزيتيك في مكسيكو سيتي هتلاقي أكتر المواقع المأساوية والمخيفة في العالم، والمعروفة باسم جزيرة الدمى المسكونة، واللي بتمتد على مساحة فدان واحد، لكنها بتحتوي على 3 أكواخ وآلاف الدمى المشوهة. هيجي في بالك إن جزيرة الدمى دي عادية، في جزيرة وارد إن هي تكون مثلا في أرض مهجورة أو مشهد طبيعي، لكن الغريب إن الدمى دي متعلقة على أشجار الجزيرة بأشكال وألوان وأنواع مخيفة، منها مبتور الأيدي والأطراف وغيرها من المفقوعي الأعين. طب هل الجزيرة مأهولة بالسكان ولا مهجورة للدمى فقط؟ لا، في سكان في الجزيرة، وقالوا إن هي ملعونة جدا وخطيرة، وبيشوفوا حاجات تشيب العيال الصغيرة من أصوات تحرك الدمى وخيالات ملهاش أول من آخر. وبالنسبة بقى للوصول للجزيرة الملعونة دي، فما كانش يمكن الوصول ليها إلا عن طريق رحلة وسط قنوات سوتشيميلكو المائية، واللي بتبعد ساعتين عن مدينة مكسيكو جنوبا. جيرارد إيبارا وهو من مؤسس إحدى شركات السفر قال إن كورتيس اللي بيعتبر جندي أسباني دمر مع رجاله حضارة الأزتيك المكسيكية القديمة، وعملوا الهنود الحمر بأبشع أنواع القسوة. ساعتها فر كتير من الناس لتشوتيميلكو وتخبوا في القنوات المائية ديت، وكتير من الناس دي من النساء والأطفال بدأوا يقتلوا نفسهم بدل من إن الأسبان يمسكوهم ويبهدلوهم ويعذبوهم. فكانت النتيجة إن جزيرة الدمى دي فضلت لقرون مكان للاختفاء من الأسبان. الجزيرة دي بتقع داخل الحدود المائية لأحد أكبر العواصم في العالم، وكانت مكسيكو سيتي في الأصل جزيرة في بحيرة كالديرا البركانية محاطة بجبال سيرا مادري. كمان كانت إمبراطورية الأزيتيك من أول الناس اللي بدأوا في تطوير المنطقة، وبنوا نظام من الجزر الاصطناعية، وعملوا على نظام لقناة للمزارعين للتنقل فيها. لكن بعد هزيمة الأزتيك في حرب الأزتيك الأسبانية اتملى كتير من القنوات وتحول لأساس المدينة اللي نعرفها النهارده. بداية اللعنة بقى جه منين؟ في الخمسينات من القرن اللي فات عثر شخص اسمه باريرا على جثة فتاة صغيرة في قاع الممر المائي خارج باب منزله، وكانت دي الصدمة. اتقال كلام كتير عن سبب موت الطفلة في قاع الممر، وإن هي الوصي الحالي على الدمى. وسانتا ابن أخو الراجل قال إن الطفلة كانت بتسبح مع أختها أو أصدقائها، وغدر بيها الطيار فغرقت. لكن بسبب اللي حصل وبعد ما عمه ما لقى الجثة بدأت المشاكل من هنا، وفضل عمه على يقين بأن روح الفتاة تملكته. وفي يوم من الأيام استيقظ عمه، والمفاجأة كانت إنه لقى كل محاصيله ماتت. حاول ساعتها في أكتر من حل عشان يحسن محاصيله، لكن كل المحاولات فشلت، وده اللي زود خوفه أكتر وزود شكه أكتر. منين بقى جت الدمى المسكونة؟ باريرا بنى مسبح في كوخه، وكان مكون من غرفة واحدة على الجزيرة، واللي كان بيعيش فيه هو ومراته بس. لكن هو افتكر إن الكوخ ده لما يبنيه كده بيرضي الأرواح اللي موجودة حواليه. مش بس كده، بدأ إنه يجمع الدمى اللي كان فاكر إن هي كده كوسيلة لحماية نفسه من الروح، لأنه قال إن الروح هتسكن في الدمى وتبعد عنه بما فيها روح الطفل. وعلى مدى نصف القرن التالي جمع بيريرا أكتر من 1000 دمية، منهم كانوا في سلة المهملات في المدينة الرئيسية بالمنطقة، والتانيين كانوا ناس من الجيران الدهور، وكان لحد دلوقتي متعلقين على الأشجار وفي كل مكان تقريبا على الجزيرة. الدمى زي ما قلنا متحللة ومقطوعة الرأس في بعض الأحيان ومخيفة جدا. في سنة 2001 توفى باريرا بنوبة قلبية في نفس المكان اللي لقى فيه جثة الطفلة الصغيرة. يا ترى دي صدفة ولا وراها حاجة هي كمان؟ لكن المنطقي ان ده اكيد وراه سبب. وعلى مر السنين اللي فاتت ظهرت كتير من جزر الدمى المقلدة التانية في القناة المائية، وقال سانتا ان هي تجارة كبيرة الان، ولكن هناك جزيرة دمى حقيقية واحدة فقط. كمان اشار سانتا الى انه الساعات كان بيشوف ظلال في الليل مع ضوء القمر، لكن في زائرين تانيين قالوا ان هم شاهدوا عيون الدمى تتحرك وسمعوها بتتكلم كمان. بعض المزارعين برضو والسكان القريبين من الجزيرة نشروا قصص غريبة، وهي ان العرايس كانت بتبحلق ليهم بغرابة اثناء مرورهم بالمراكب قرب الجزيرة،
وأقسم بعضهم على أن الدمى كانت تتهامس فيما بينها، وأن البعض منها كانت تومي إليهم وتدعوهم للقدوم إلى الجزيرة. كلام كتير اتقال على الجزيرة دي وقصص وحكاوي كتير، لكن احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الماضي. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش بالشير. سلام عليكم، نشوفكم على خير.